ينفع نصوم أول رجب؟ هو ممكن اسالك، هي الناس بتصوم في رجب ليه؟ اللي ليه؟ بيصوم، انا بسالك اللي بيصوم ليه؟ عندك رد؟ النبي كان بيعمل كده مثلا؟ اولا ده مش صحيح. طب الناس بتعظم رجب ليه؟ ايه الدليل اللي بيخليهم يعظموا رجب؟ عشان قبل رمضان؟ خليني اقول لك ان الامام ابن حجر رحمه الله تعالى عمل كتاب اسمه تبيين العجب في فضل رجب. عمل كتاب، تخيل، ابن حجر العسقلاني، وده عالم محدث مصري من تقريبا القرن السابع عشر 17. جه بعد شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم. كان بيتكلم بيقول انه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنه ولا عن السلف ولا عن الصحابه ان احدا منهم كان يصوم في فضل رجب. انت متخيله؟ يعني ما فيش، قال هو قال كده، قال ما فيش في صيام رجب ولا في فضله ولا في قيامه حديث يصح. حتى الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع اللي هو على المذهب الشافعي قال ولم يرد في رجب لا صلاة الرغائب تصح ولا في صيام رجب حديث يصح. السؤال ليكي بقى، الناس اللي بتعمل كده بتعمل كده ليه؟ عندك رد؟ هم عندهم بس آية ربنا بيقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهر. سؤالي ليكي، إيه هي أشهر الحرم؟ السؤال ده رد عليه في تعليق. لما تعرف إيه هي الأشهر الحرم هتعرف لماذا سميت بالأشهر الحرم، ويعني وإيه الفضل اللي في الأشهر الحرم عن الأشهر الباقية. سؤال، هو رمضان من الأشهر الحرم؟ رمضان من الأشهر الحرم؟ لا. الأسئلة دي رد عليها في تعليق. طيب هل في عندك ورد عندك من السلف إن هم كانوا بيصوموه؟ مفيش الكلام ده خالص. حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يذهب إلى الذين يصومون أول يوم في رجب أو في رجب وكان يضربهم ويقول أفطر يا مترجب فإن هذا الشهر كانت تعظمه الجاهلية. أنت متخيل؟ الجاهلية هي اللي كانت بتعظمه، مش الصحابة ولا السلف ولا النبي عليه الصلاة والسلام. كان في حاجة هنا أنا عايز أقول لك عليها، هو أنا ينفع أصوم أول يوم في رجب بس؟ لا، دي بدعة منكرة. طيب يا شيخنا، لو واحد من عادته أنه يصوم يوم الاثنين والخميس، بيصوم يوم الاثنين والخميس، أو يصوم يوما ويفطر يوما، هل في مشكلة؟ لا، مفيش مشكلة. لكن المشكلة فين يا إخوانا؟ المشكلة في تخصيص يوم في السنة. هو ده البدعة، وده العلماء اللي بيسموه بدعة زمنية. وهو ده اللي قاله ابن حجر رحمه الله تعالى، وقاله الامام النووي رحمه الله تعالى، وجمع كبير جدا من اهل العلم قالوا ذلك، ان بدعه انك تخصص يوم في السنه لا سيما اول يوم رجب بدعوى انه شهر الله المحرم وهو الى اخره. الخلاصه يا اخوانا، شهر رجب مش موسم عبادات خاصه، ولو كان هو فعلا موسم عبادات لفعله رسول الله واصحابه. ولذلك بتلاقي النبي عليه الصلاه والسلام كان اكثر ما يصوم في رجب ولا في شعبان؟ لا، كان بيصوم في شعبان. ليه؟ ليه؟ لأنه هو فقط كان يستعد لشهر رمضان. بس كده خلصنا. اشترك معانا بقى وشارك القناة، عشان إن شاء الله هنكمل في طلاق الهازل وطلاق الصبي، وهنتكلم عن أشياء كثيرة كده تنفعك بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.